غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم. الو سلام ونعمه. سعاده القس وجدي جميل. ايوه مين معاك؟ ربي يباركك ويبارك تعب محبتك ويستخدمك في خدمه الصلاه. معاك اشكرك جدا. لا يا فندم، ده يعني اهلا وسهلا بيك. معاك ابو مريم من امريكا. ابو مريم، حضرتك ما تعرفنيش معرفه شخصيه، بس احنا قلنا بس ناخد بركه ونتكلم مع حضرتك. ابو مريم من امريكا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك ويستخدمك في رفعه الرساله. سعاده القس. اشكرك. لا تحت امرك. سعاده القس وجدي جميل، كان عندي استفسار لو تكرمت. استفسار. اتفضل. اولا اسم حضرتك جميل جدا واسمك حتى جميل، وجدي جميل، اسم حلو. كان عندي استفسار بسيط يعني. بالنسبه لحضرتك، الكتاب المقدس بينقسم الى عهدين، العهد القديم والعهد الجديد. هل هناك ترابط وانسجام ما بين العهدين؟ بكل تأكيد. ممتاز جدا جدا. طيب ممتاز. طيب يعني هل انت يعني حضرتك يعني بس انا عايز اعرف حضرتك انت منين بالظبط الاول، فهمني. انا حضرتك عشان انا مش فاهم. حاضر. انا اسمي ابو مريم وسام عبد الله، وانا فعلا في امريكا في نيويورك، في سبيسيفيك محدد في منهاتن او منهاين. وبتصل بحضرتك لان الكتاب بيقول كده: كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من رجاء، لأن الكتاب بيقول: اكرز بالكلمة، أعقف على ذلك في وقت مناسب غير مناسب. لأن الكتاب بيقول: اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. لأن الكتاب بيقول: فتشوا الكتب. لأن الكتاب بيقول: اكرز بالكلمة. طب حضرتك حافظ كويس أهو. نعم يا فندم، أنا كارز بالكلمة من أكثر من 30 سنة. فالسؤال المطلوب يا فندم، إذا كان هناك توافق وانسجام بين العهد القديم والجديد، ممتاز. طيب دلوقتي احنا، هل الإيمان يقوم على هذه النقاط؟ أن يسوع هو الله، ولكن هو الله الظاهر في الجسد. تمام ولا غلطان الآن؟ تمام. ماشي كمل. ماشي. أي إنه له طبيعة إنسانية، فهو إنسان وإله في نفس الوقت. تمام؟ وفي نفس الوقت هو إنسان، هو كمان ابن إنسان. وابن إنسان موجودة في الكتاب في العهد الجديد 84 مرة على ما أتذكر، منهم 80 مرة على لسان يشوع شخصيا. تمام؟ ممتاز. الآن حضرتك في نفس الوقت فهو إنسان وابن إنسان وهو كمان ابن الله. تمام يا فندم؟ كمل يا فندم كمل. طيب، وابن الله حسب المفهوم يعني يعادل لله. اوكي؟ انت حضرتك بتقول هناك توافق وانسجام ما بين العهدين. حضرتك انت لو نقارن هذا الكلام بالعهد القديم، ليس هناك توافق ولا انسجام على الاطلاق. لماذا؟ لان العهد القديم الوهيم الله ينفي ان هو انسان. واحده واحده. الاول حضرتك حزقيال. انت عايز تثبت بس قول لي عايز تثبت ايه؟ لا مش حكايه عاوز اثبته يا فندم. السؤال المطروح، انت حضرتك قلت هناك توافق بين العهد القديم والعهد الجديد. انا بقول لحضرتك العهد القديم الله صراحه يقول انه ليس انسان وليس ابن انسان، والعهد القديم يقول ليس معنى ابن الله يعادل الله. حضرتك لو تديني فرصه. انت عايز تقول ان العهد القديم متصل بالعهد الجديد؟ لا مش كده يا فندم، لا مش كده، هذا ليس الغرض. انت الايمان بتاعك مبني على قواعد، هذه القواعد تخالف وتعارض كلام الله في العهد القديم. فالله ليس انسان وليس ابن انسان. كلامك غلط. انت جاي تهاجمني انت بالطريقه دي. يا فندم اسمع بس، انا عاوزك ريلاكس. اسمع الكلام من الكتاب المقدس، مش ايمان يعني كلام مرسل. اولا الله
يبطل إن هو إنسان. حزقيال 28:2 قل لرئيس سور هكذا قال السيد الرب من أجل أنه ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلاء أجلس في قلب البحار وأنت إنسان وليس إله. الكلام مش كلام مرسل، إيمان أعمى بالدليل من الكتاب المقدس. 2 الله ينفى أنه هو إنسان. أولا بطلان تأليه الإنسان كما قال الله في حزقيال 28:2 ينفى أنه هو إنسان. أيوب 9:32 ليس الله إنسان. صموئيل الأول قفل التليفون. طيب خير. كان معانا لواء مباشرة القس وجدي جميل راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسلام بمصر. القس وجدي جميل راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسلام. مشكلة النصارى مهما كان الشخص اللي انت بتكلمه، الإيمان مش على أسس من الكتاب المقدس، مش إيمان مبني على كلام المسيح ولا حتى مبني على كلام الكتاب المقدس. إيمان خارج الكتاب المقدس، إيمان أعمى. وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، مش وصايا يسوع ولا حتى وصايا الكتاب المقدس. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد